السلام عليكم مدريديستا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بعد ما شفنا ريال مدريد البارح تعادلات مع فيورنتينا في ماتش اميكال ب2-2، اليوم غادي نهضروا على التشكيله المتوقعه ولا الرسميه اللي غادي تكون في هذا الموسم هذا. يعني مورينيو امام خيارين لا ثالث لهما. السكواد اللي كاينه حاليا عندك جوج خطاط و22 لاعب اللي ممكن يعتمد عليهم طيله الموسم. بداو بالتشكيله الاولى واللي هي انا كنرشحها الاقرب باش تكون رسميه والمتوقع انه يتلعبوا بها اغلبيه ديال الماتشات. في حراسه المرمى كما كتشوفوا تيبو كورتوا. في اللاكس ديال الدفاع غادي نلقاو ميليتاو والوافد الجديد كوناتي. هاد اللعابه بجوج يعني عندهم واحد القوه بدنيه، وبامكان ايضا الفريق يعتمد عليهم في الهجوم ملي تكون شي ركنيه يعني ولا الضربات الثابته. الظهير الايمن ارنولد اكيد ما تقول لي لا ديمفريس لا والو. ارنولد انا كنشوفو خصو يكون اساسي. علاش؟ حيت الريال اغلبيه ديال الماتشات ديالها كتهجم، وارنولد كيعاونك في الهجوم وكيعاونك في الوسط بزاف ديال الحوايج، الباسات، العرضيات، وكذلك عنده واحد الحس هجومي اللي ما كاينش عند ديمفريس. الجهه اليسرى اكيد كوكوريا هو اللي غادي يكون رسمي. الدفاع واعر، في الهجوم كذلك واعر، اضافه كبيره للفريق، واحسن تعاقد لحد الان ديال ريال مدريد هو هذا اللاعب كوكوريا. نجيو الاخوان لوسط الميدان، كنرشح هذا الثلاثي هذا اللي غادي يكون يعني متكون من تشواميني كارتيكاز فيديريكو فالفيردي وبيلينغهام. يعني هذا هو الثلاثي ديال الوسط، تشواميني بيلينغهام وفيديريكو فالفيردي. شو دابا الثلاثي ديال الهجوم، بزاف ديال الناس كيهضروا على امكانيه الرحيل ديال فينيسيوس جونيور، واش فينيسيوس غادي يمشي. انا الاخوان ضد ان فينيسيوس يمشي، حيت احسن لاعب من بعد ملي مشى كريستيانو رونالدو في ريال مدريد هو فينيسيوس جونيور. فينيسيوس هو مصدر الخطر الوحيد ديال الريال، وهذا الشيء كيبان ماشي في الماتشات الساهلين، كيبان في الماتشات الصعاب. يعني فين ما كتحول الريال كتلجا لفينيسيوس جونيور. علاش؟ يعني لعاب اغريسيف، ما كيرجعش للور، فين ما كتعطاه كره كيقصد لبرا، وهاد النوعيه ديال اللعابه راه قلال بزاف. علاش انا كنشوف مورينيو غادي يحطو اساسي كجناح ايمن. جناح ايسر انا كنميل اكثر لبرناردو سيلفا. يعني مورينيو محال واش غادي يلعب سيلفا في وسط الملعب، غادي يلعبوا جناح ايسر. وكيليان مبابي اكيد هو المهاجم، غادي يعتمد عليه سبيشال وان. شوف دابا الخطه المحتمله ولا الخطه البديله. تيبو كورتوا الاصدقاء المكانه ديالو لا تناقش في حراسه المرمى. في الدفاع غنبدلو ميليتاو غنديرو روديغير، وغنبدلو كوناتي غنديرو هاوسن. ظهير ايسر كاريراس، ظهير ايمن ديمفريس. فالفيردي يعني الحلقه ولا اللاعب الاساسي اللي كنشوف انايا ما يمكنش تستغنى عليه حاليا في ريال مدريد، وخصوصا في الخطه ديال مورينيو هو فيديريكو فالفيردي. غادي نحطو هاد المره في الارتكاز، غنلعبوا بغولير والساب تياغو. جناح ايمن الاخوان رودريغو. يعني كلنا كنعرفوا باللي رودريغو في الجهه اليمنى ماشي هو رودريغو في الجهه اليسرى. في الجهه اليسرى ابراهيم دياز المغربي، يعني حتى هو راه عنده ما يقول، ومن الاحسن انا كنقول من الاحسن يبقى في ريال مدريد. اما في الهجوم كاين اندريك، ممكن التعويض ديالو بالمهاجم اللي جابته الريال حاليا كارلوس اسبي. هذه هي الخطه اللي قلت لكم الثانيه كما كتشوفوا اللي ممكن يعتمد عليها جوزيه مورينيو في الموسم الجاي. كما كتعرفوا الموسم طويل وطويل بزاف، ولكن واحد النقطه نركزوا عليها اكثر، لعاب خاص يمشي وضروري خصو يمشي من ريال مدريد هو هذا اللعاب هذا كما كتشوفوا ادواردو كامافينغا. اللي تفرج في الماتش ديال فيورنتينا غادي يعرف علاش كنهضر. كامافينغا الاخوان ضروري خصو يمشي من ريال مدريد، ما خصوش يلعب معنا هذا الموسم هذا. اذا الاصدقاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شاركنا معكم الخطه الرسميه والاحتياطيه اللي ممكن يعتمد عليهم مورينيو. ما تنساوش الاخوان تخليوا لي لايك، وما تنساش كتب لي الراي ديالك في التعليق، وما تنساوش ديما على مدريد. Free audio post production by alphonic.com.